السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نابعة من القلب وعنه يترجمها اللسان. وصدق القائل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نضر الله هذه الوجوه النيرة وتلكم القلوب العامرة بالإيمان. أسأل الله رب العالمين أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الموت أيها الأخوة الأحباب، الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان مهما اختلفت الأديان ومهما اختلف منطق اللسان. الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. ولو نجا من الموت أحد لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كانت الدنيا تدوم لذي تقى لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن خاطبه ربنا بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. لم يقل له إنك سوف تموت، ولكن وهو حي يرزق يقول له: إنك ميت. إذن نحن أموات تمشي على الأقدام، تراب وكل الذي فوق التراب تراب. وليت الأمر ينتهي بالموت. لو كانت الحياة تنتهي بالموت ولا شيء بعده لكان الموت راحة لكثير من المشكلات والضغوطات. ولكن وماذا بعد الموت؟ من حساب، من عقاب، من صراط، من جنة، من نار. ولله ضر من قال: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هذا هو الذي ينبغي أن يشغلنا، ونسأل بعده عن كل شيء. نسأل عن القيل والقال، نسأل عن كثرة السؤال، نسأل عن المال، عن الكلام، عن الصغير، عن الكبير، عن القطمير، نسأل عن كل شيء. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقولون له: ما لك تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر والموت فتبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة،
فإذا كان سهلا فما بعده أيسر، وإن كان صعبا فما بعده أشد. إذن أول ليلة في القبر التي تحدد المصير، أول ليلة عندما يحمل الإنسان على الأعناق، يذهب به أولاده وأصحابه وأقاربه ومن يعرفه ومن لا يعرفه، ويبكي عليه من يبكي إن صدقا وإن كذبا، وتغلق عليه الأبواب ويتوارى في التراب ولا يجد له إلا رب الأرباب ينادي عليه: عبدي. رجعوا وتركوه وفي التراب وضعوه، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هذه لحظة ينبغي أن تشغل الصغير منا والكبير. الشباب، يا شباب، القبور ليس مكتوبا عليها للكبار فقط، فكم من صغير ودعناه، وكم من شاب شيعناه، وماذا تأخذ معك في قبرك؟ مالك؟ عيالك؟ لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاث: ماله وعمله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع المال والولد ويبقى واحد وهو العمل. عمله فقط هو الذي يدخل معك قبرك وتلقى به ربك ويحدد مصيرك. عملك فقط. ولذلك ما من أحد صالحا كان أو طالحا إلا ويندم. لو كان صالحا يقول: ليتني استزدت من الخير. يندم بعد أن يموت وتغلق عليه القبور ويتولى عنه الأهل والأصحاب. الصالح يقول: ليتني استزدت من الخير، والطالح يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يكون الجواب بالرد، فلم يرجع أحد بعد موته حتى يحسن في عمله، وحتى يفسد، وحتى يصلح ما أفسده، وحتى يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله رب العالمين. إذن فلنعتبر، وهذا هو الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات. هازم اللذات ومفرق الجماعات الموت، الحقيقة التي لا يختلف عليها أحد. ورغم أننا كلنا مؤمنون بذلك ومقرون بذلك، ولكن في الوقت نفسه مشغولون عن ذلك، إلا ما رحم ربي وقليل ما. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه وجد رجلا في جنازة يذكر الميت: كان صغيرا، كان معي، رأيته بالأمس، صلى معي اليوم. فقال: يا هذا، أرأيت لو أن هذا الميت عاد إلى الحياة بعد أن واجه الموت، بعد أن واجه الحقيقة التي لا مرية فيها ولا شك ولا كذب، تراه ماذا يفعل؟ فقال: يعود إلى الله ويصلح من شأن نفسه ويتوب ويؤوب. فقال له كلمة تسجل بماء الذهب إن صح التعبير، قال: إن لم يكن هو فكن أنت. الميت لا يعود ولن يعود إلى الدنيا
رغم ما رأى ورغم ما شاهد، ولكن الكلام والمواعظ يكون لنا نحن الأحياء حتى نتعظ، نشيع الصغير نشيع الكبير. الموت ليس له قانون، لا يفرق بين غني ولا فقير ولا صغير ولا كبير، لا يطرق الأبواب ولا يهاب الشباب ولا يمنعه حاجز ولا حجاب ولحظة وأقل منها. ولكن من منا مستعد للقاء الله رب العالمين. هذا هو الهدف والغاية والفائدة من تتبع الجنازات ومن تشييع الأموات ومن ذكر هازم اللذات. وهذا هو مقصد سيد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أن نعتبر أن تحضر الجنازة وتقول لنفسك أنا اليوم أصلي وغدا سوف يصلى علي، أنا اليوم أحمل وغدا سوف أحمل على الأعناق، أنا اليوم أشيع وغدا سوف أشيع. نعم، حقيقة لابد منها. حتى ملك الموت لم ينجو من هذه الحقيقة. بعد موت كل شيء وانتهاء كل شيء ينادي عليه ربنا وهو أعلم: يا ملك الموت من بقي من الخلائق؟ يقول: يا رب، مات كل شيء، الصالحون والطالحون والأنبياء والعلماء والأولياء والأغنياء، مات القياصرة والملوك وأبناء الملوك، وبقي عبدك الضعيف. يقصد هو ملك الموت: وبقيت أنت الواحد الأحد الذي لا يموت، فأقول مت بأمري فيموت ملك الموت، فينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ ينادي: يا دنيا أين طلابك؟ وأين أبناؤك؟ وأين الظالمون؟ وأين الذين كانوا على الناس يسطون؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجد أحد يجيبه، فتجيبه صفاته على ذاته: لله الواحد القهار. حتى الميت وهو مطروح على خشبة الغسل يغسله من استأمنه الله رب العالمين على غسله، يقعدونه يجلسونه يمنة ويسرة، لا حول له ولا قوة، تماما كالطفل الصغير. بل ربما كان للطفل الصغير يد تدفع أو سن تقطع، وأما اليوم الميت لا حول له ولا قوة. ينادى عليه: يا ابن آدم أين صحتك؟ ما أضعفك؟ قد كنت فتيا قويا، واليوم لا حول لك ولا قوة. يا ابن آدم أين مالك؟ ما أفقرك؟ كنت تتباهى بمالك وبديارك وعقارك وأطيانك، واليوم لا شيء معك. الأكفان ليست لها جيوب، لا تأخذ شيئا معك سوى العمل. يا ابن آدم أين صوتك؟ من أسكتك؟ قد كنت في الدنيا فصيحا بليغا، واليوم لا حس لك، لا حس لك. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعمل لها وأن نستعد لها، لأن كل يوم يبزغ نهاره ويؤذن فجره وتشرق شمسه، ينادي عليك: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نعم، ولما زار سيدنا عمر بن الخطاب القبور يوما خاطب أهلها: يا أهل القبور أخبرونا عن حالكم يخبركم عن حالنا، أما حالنا فأولادكم يتموا من بعدكم، وأموالكم صارت حقا وإرثا لغيركم، هذا حالنا فكيف عن حالكم؟ فقال: والله لكأني بلسان حالهم يقول: يا زائرين لقبرنا لا تعجبوا من أمرنا،
بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا. ينبغي علينا أيها الأخوة الأحباب أن نعتبر بالموت وبتشييع الجنازات وبذكر هازم اللذات، وأن نصلح ما بيننا وبين الله، وأن نتوب وأن نؤوب وأن نعود إلى الله رب العالمين. لعل الله رب العالمين أن يصلح أحوالنا وأن يذهب فساد قلوبنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا حسن الخاتمة. ومن حق المتوفاة علينا أن ندعو لها بالمغفرة والرحمة. لعل الله رب العالمين أن يتقبل ولو من رجل صالح منا. اللهم اغفر لها وارحمها واغفر لها وسامحها. اللهم اغفر لها وارحمها واغفر لها وسامحها وتجاوز عن سيئاتها وجازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ثقل موازينها ويمن كتابها ويسر حسابها. اللهم ارزقها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وعشيرة خيرا من عشيرتها، وأسكنها فسيح جناتك، وعاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما نحن أهله، فنحن أهل العيوب والذنوب وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وارزق يا رب أهلها الصبر والسلوان. يا رب لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر اللهم لنا ولها ولسائر موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.